السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في القناه. نتمنى تكونوا غايين نتوما تشوفوا فيه لا فيديو. اليوم جيتكم بوصفه جديده، راح ندير لكم المعلاق السوري ولا الكبده مع هنايا راه كاين كبده وكاين طيحان وكاين الكلاوي والقلب، كلشي مقطع ويزيدوا معاه الريه. حنايا الريه ما نقلوهاش، مي السوريين الريه يقلوها. واش هما المقادير؟ عندي هادو كيما قلت لكم، عندي الكبده مع الطيحان والكلاوي والريه وشويه شحم كما راكم تشوفوا. هنا عندي حوالي 4 فصوص ثوم راني ربيتهم. هنا عندي حبه بصله كبيره مفرومه. وهنا عندي البهارات فلفل احمر وقزبر كمون حرور وسكنجبير. الحاجه الاولى اللي راح نديرها، راح نتبل المعلقه نتاعي ولا الكبده بعد ما غسلتهم كما راكم تشوفوا وقطعتهم الى قطع بهذا الحجم. واش راح ندير دروك؟ راح نجيب البهارات نتاعي كما راهم، نديرهم الفوق، ونجيب الثوم نتاعي، كنت درت الملح هنايا، وراح ندخل بيان لي زيبيس في المعلقه نتاعي بهذه الطريقه. كما كتشوفوا هنايا راح نخليها تترقد حوالي نص ساعه حتى ساعه. قد ما خليتوها مليح راكي مقلقه عليها نص ساعه وطيبيها. دوك نرجع لكم الخليط نتاعنا بعد ما تبل غايه كما راكم تشوفوا. هنا راح درت الطنجره تاعي تسخن، درت فيها شويه زيت، راح ندير فيها حب البصل تاعنا نقلوها بلا. البصل تاعنا تقلى، راح نرمي المعلقه نتاعنا. فوالا خليه يتقلب لنا. فوالا الكبده نتاعنا بعد ما قربت طيب كما راكم تشوفوا تقلات بيان. عندي هنايا جويه قطعتها على 4 باش تعطيني الطعم. غادي نديرها نقليها تاني شويه معاهم، ومن بعد نزيد معاها الموس. ولا البنات، هذا هو الشكل النهائي تاع الطبق نتاعنا. راه وجد كما راكم تشوفوا، درت معاه البصل طماطس بالمعدنوس، وراجلي يحب معاه المعدنوس. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى يكون عجبكم طبق اليوم، جربوه، عطوني رايكم في الكومنتير، وشكرا بزاف.